السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتعالوا شوفوا تالت يوم من رمضان عملنا ايه. ما عملناش غير شوية رز وشوية لسان عصفور بس كده. في اسهل من كده؟ قمت كده قبل الفطار كده بنص ساعة، يا ريحنا بقى اليوم ده كله الحمد لله. عسى عملنا ايه بقى؟ عملنا شوية رز حلوين كده سخنين كده زي ما انتوا شايفين. الله بقى، الله بقى ايه على الدخانة وهي طالعة بتدفينا كده. عايزه اقول لكم والله العظيم يعني احلى حاجه، احلى حاجه الواحد يريح نفسه. بس وشويه شوربه بقى حلوين كده طازه برضو. بس كده هو ده اللي احنا عملناه. تخيلوا بقى هو ده اللي احنا عملناه. والله ما سابونيش في حالي. انا قمت عملت لهم هتشوفوا في الاخر كده انا عامله لهم ايه. دي بقى ايه هتشوفوها بقى في الاخر. يعني عملت لهم ما رحمونيش. قالوا لي ايه قومي بقى، انتي عملتي النهارده قعدتي، لا قومي بقى. قمت بقى عملت لهم الحلو اللي هو ايه بقى. هتشوفوه دلوقتي، خليكم بس معايا واحده واحده. طبعا انتوا عارفين ده ايه. امبارح كان عندنا دلوقتي ايه بقى. بواقي الاكل بتاعت امبارح وبتاعت اول امبارح. تخيلوا عندي شويه بسله وشويه باميه. ده الطاجن البسله اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. فضل منه فقلت ارميه، يعني ارميه ده يجوز. رحت قلت لا. ده بابا كان زين قال لي وريهم المايك اللي بابا جابهولي. كانوا داخلين عاملين دوشه طبعا. بس طبعا شلت الصوت عشان خاطر ايه. ما ينفعش اللي هم عملوه اول ما دخلوا. هنا كنت بعصر الليمون بقى. الله بقى على الليمون. عصرت الليمون بقى على الباميه. عايزه اقول لكم انا من عشاق الباميه البايته. الباميه تبات تتاكل على طول، يعني ما تتاكلش كده وهي طازه. عصرت عليها ليمون. هنا كنت بوريكم عملنا ايه. ده بقى محشي من اول يوم. ده محشي اول يوم رمضان. شويه محشي برضو ما يضروش. سخناهم وسخنا الباميه وسخنا البسله وحطينا الاكل. هنا انا كنت عماله ارغي ارغي ارغي. بس في الاخر لقينا الصوت مش طالع فقلت اسجل لكم ايه الفيديو. بصوا بقى عملنا ايه. عملنا هنا زي ما قلت لكم سخنا البسله وسخنا الباميه وعملنا شويه لسان عصفور طازه. وهنا كان في سمبوسه ورقاق من اول يوم. وحتتين محشي وبط كده من اول يوم. وعملنا كل الكلام ده كله. طلعنا بقى ليمون وزيتون من اللي احنا مخللينه. اللي على جنب ده كان حلويات باباهم كان جايبها، قطايف وحاجات. وده بقى ايه البرنس بقى. تعالوا بقى نشوف احنا النهارده عملنا هنا برتقال وعملنا سوبيا. وهقول لكم دلوقتي هسيب لكم في الفيديو في الاخر انا عملت صينيه الكنافه بالمانجا دي ازاي. يلا شوفوا بقى عاملين ازاي. الله بقى، الله بقى. هنا جبنا شوية زبدة سمنة حلوة، سمنة بلدي كده. هنا كنت حاطة الكنافة دي في الفريزر. طلعتها وفركتها كده ونزلت عليها بشوية سمنة حلوين. كتري وبلاش تستخسري. كتري كده شوية سمنة حلوين. هيدوا ريحة كده حلوة. ونقلب نقلب 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 الكلام ده كله كده مع بعض. وهتحطها في الفرن شوية. لقيت ان الموضوع هياخد معايا وقت فحطيتها على النار من فوق لحد نفضل نقلب فيها لحد ما تاخد اللون الجلد بتاعها. تمام. هي مش ماسكة كده، يعني هي انا مفرفتها كده من بعض. بصوا دي بقى ابتديت ان انا احطها على النار من فوق لان لقيت الفرن عندي هتاخد وقت. فقلت اقلب فيها كده. وبرده عشان اللي ما عندهوش فرنة يقلبها عادي من فوق. فضلت اقلبها من تحت لفوق كده. مهم جدا عشان خاطر ما تتحرقش منكم لحد ما ناخد اللون الجلد بتاعها. وبعد كده نخش بقى نعمل الكريمه بتاعتها. هنا عندي كريم شانتيه. جبت كوبايه حلوه كده من الكريم شانتيه او بما يعادل يعني ايه عارفين اللي هو الكياس بتاعته دي. بس انا عشان جايباه سايب خام شويه حاطه بما يعادل كده 3 أظرف منها. تمام. وهننزل باللبن تدريجيا. هنا نزلت كده بكوبايه لبن. وعندي هنا مكعبين تلج كده حطيتهم. لو اللبن عندك ساقع ومتلج استغني عن موضوع ايه. طبعا لازم تتعفر الدنيا كده. تستغني عن التلج. بس التلج بيديله قوام حلو كده. هنا جبت معلقه مع يعني نص كوبايه من السكر. لان كريم الشانتيه عندي خام مش محلى.
لو انتي الكريم الشانتيه عندك محلى هتستغني عن السكر البودر ده سكر بودر. هنفضل نقلب لحد ما ناخد القوام اللي احنا عايزينه. قلبي كويس جدا. بصوا هي ابتدت تتقل ازاي، ولسه نفضل نضرب فيها لحد ما تعمل فوم كده وتبقى تقيله معاكي. بس عايزه اقول لكم هي بتطلع كده في المضرب الكهرباء، لكن لو عملتيها في الخلاط او عملتيها بالمضرب السلك اليدوي مش هتطلع لك الفوم اللي انت هتشوفيه دلوقتي ده، مش هتديك القوام اللي انت عايزاه. فالاصح يعني المضرب ده. تمام. هنزل بقى هنا بنص الكميه، وهنبتدي نبططها كده. دي نص كميه الكنافه. بصوا اللون. هنفضل بقى ننزل كده ونسويها كده. سويناها ولازم تضغطي عليها كده عشان تطلع متماسكه معاكي. طبعا احنا ما شاء الله يعني احنا عملناها وكلنا على طول بعد الفطار، فما تمسكتش قوي يعني. تمام. هنظبط الحروف بتاعتها كده زي ما انتوا شايفين. انا هنا سايبه لكم كل حاجه بالتفصيل عشان تبقوا عارفين ان هي ايه الوقت اللي هي بتاعته. تمام. نزل بقى عندي هنا مانجا، دي جايباها مغلفه من السوبر ماركت. لو عندك انتي مانجا مخزناها حطيها. بس انا بصراحه انا عندي مانجا مخزناها، بس زي ما تقولوا كده ايه، لقيت الكيس ده قدامي في السوبر ماركت فجبته قلت اجربه. بس بصراحه مش زي ما انتي بتخزناها في البيت، بتطلع غامقه شويه وبتبقى طريه كده، مش زي ما انتي بتخزناها في البيت. حطيت عليها نص كميه من الكريمه، وهبتدي ان انا اسويها كده. انا كنت حابه ان انا احط حشوه مانجا جوه واحط عليها مانجا من فوق. انا ولادي بيحبوها كده. هنساوي برضو الكلام ده كله مع بعضه، وننزل بنص الكمية بتاعت الكنافة الباقية، وهنبتدي برضو نسويها زي ما احنا عملنا كده في الاول خالص. برضو مهم جدا ان انتي يعني تبططيها كده تسويها. ناخد بقى كل اللي في الصينية. ليه ما عملتش في الصينية دي؟ علشان شايفة ان هما الكمية يدوب على قد البيركس الصغير ده. نبتدي بقى نبططها كده زي ما انتوا شايفين. مهم جدا برضه زي ما قلت لكم، علشان وكل ما تقعد في التلاجة كل ما تتماسك اكتر معاكي. هنقلب كل الكلام ده كده مع بعضه. حبيبي يا رسول الله ما تسرحوش. انا ولادي ما رحمونيش، قالوا لي يعني انت فاكره ان انت عشان مش هتعملي اكل النهارده هنريحك؟ لا، قومي اعملي لنا بقى كنافه كده بالمانجا عشان ايه ما نريحكيش. يعني عيالي مش عايزين يريحوني يا ولاد. ننزل بقى بباقي الكريمه. لو انت عندك كريمه لباني ممكن تحطي على فكره كريمه لباني، بتدي قوام وطعم حلو جدا، بس انا ما كانش عندي. ننزل بقى نقلب كل الكلام ده كله، نفرد 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 نفرد. طبعا انت لو عندك القمع بتاع الكريم شانتيه ممكن انا عندي على فكرة، مش هقول لكم مش عندي، بس انا الكسل بقى اللي هو عند بقى في ولادي. انتوا بتعندوا معايا، طب انا بقى ايه هقلب لكم الموضوع. والله طلعت جميلة وزي الفل. عملنا الكريمة كده وحطينا بعد كده عليها المانجا كده من فوق زي ما انتوا شايفين. بس احلى مانجا، احلى مانجا. طبعا احنا ما استنيناش، احنا بعد الفطار على طول قطعناها ووريتها لكم. بس طبعا اتركن بقيتها على جنب. احنا فطرنا، الواحد بياكل من هنا وبيهيس من هنا. والله العظيم افضل قاعده على الكنبه كده، الواحد يصلي وينام يصلي وينام، اللي هو خلاص بقى احنا مش قادرين. المانجا اللي بنفرزها في البيت بصراحه بتطلع احلى من اللي احنا جايبينها. بصوا بقى الشكل والحلاوه، بصوا الجمال بقى.